نفسها بتيجي ازاي؟ سورة القصص تقول لك دي ان شاء الله فيها دخل، بس ركزوا معايا في النقطة دي. الله جل وعلا قال: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. الله جل وعلا هو اللي بيهدي من يشاء. طب الآية ديت جاية قبليها آية وبعديها آية. قبليها آية بتقول إيه؟ وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. يبقى إيه دي معناها؟ إن أنت عشان ربنا يهديك بقى انشل نفسك من مواقع اللغو واللهو. تعال من على القهوة، سيب بقى اللي أنت كنت فيه قبل رمضان عشان ربنا يهديك. مش عايز ربنا يهديك، أو إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله إيه؟ يهدي من يشاء. وإذا سمعوا اللغو أعرض عن اللغو. لو أنت ما طلعتش من الدرس اللي في الحتة دي بس أنت الفائز والله. اعرض عن اللغو، سيب اللغو. طب اللغو يا شيخ أنا في شغل، أنا كل أيامي شغل في شغل في شغل في شغل. حاول بقدر الإمكان تفرغ نفسك لله في رمضان. فالمخبون والخائب من أدرك رمضان ولم يغفر له. هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مين اللي دعا؟ سيدنا جبريل قال: خاب وخسر من أدرك رمضان ولم يغفر له، قل آمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ قال آمين. يبقى انشئ نفسك، حاول بقدر الإمكان تنشئ نفسك من وضع الانشغال. ما تشغلش نفسك في رمضان، خليها عبادة عشان الهداية تجي لك هينشغل صدق للعبادة. هذه حاجة بإيد مين؟ بإيدك أنت.